صباح الخير. حكايتنا النهاردة عن الفنانين اليهود في السينما المصرية، ونبدأ بتوجو مزراحي، واحد من أعمدة السينما المصرية. مصري من أصل إيطالي، اتولد في اسكندرية وأنتج عدد من الأفلام المهمة في السينما المصرية، وقام بتأسيس أول نقابة للسينمائيين في مصر مع المخرج أحمد بدرخان، واكتشف عدد من المواهب الفنية، وأنشأ استوديو سينمائي وجهزه بأحدث الأجهزة. ومن الأفلام اللي أخرجها سلفني 3 جنيه، الساعة 7، وشالوم الرياضي. إلياس مؤدب، اسمه الأصلي إيليا مهذب ساسون. اتولد لأسرة مصرية وعاش في حارة اليهود، واشتغل ساعتي وهي مهنة والده، وبعدين اشتغل مونولوجيست في الأفراح، واشتهر بإتقانه اللهجة الشامية. ومن أشهر أفلامه عنبر، حلال عليك، حبيب العمر، وتوفى وهو عنده 36 سنة. سلامة إلياس هو فنان كوميدي اشتهر بالأدوار خفيفة الظل، وشارك مع فؤاد المهندس في عدد من الأفلام زي أنت اللي قتلت بابايا، سفاح النساء، والعتبة جزاز وغيرهم. ورفض إنه يسيب مصر بعد نكسة 67، وتوفى في القاهرة سنة 94. نجمة إبراهيم، واحدة من أشهر الفنانات اللي أتقنوا أدوار الشر، واشتهرت بدور ريا، وبدأت عملها مطربة، وقدمت عدد كبير من الأفلام، وأشهرت إسلامها. وبعد نكسة 67 قدمت عدد من العروض المسرحية، واتبرعت بكامل إيرادهم لصالح الجيش المصري. سيرينا إبراهيم، الأخت الكبيرة لنجمة إبراهيم، وبدأت ممثلة، وشاركت في عدد من الأفلام زي ليلى، طاقية الإخفاء، وأول ما أعلنوا قيام دولة إسرائيل هاجرت ليها.